أحسن إليك. يقول: السلام عليكم شيخنا، أنا من السعودية، ما نصيحتكم للذين يهاجمون المملكة العربية السعودية؟ فلقد تفاجأت وأنا أتصفح الإنترنت ممن يقول انتبهوا من بعض المشايخ، حتى وجدت مقالا طويلا ليس عليه اسم ولا أدري من كتبه، والمقال عن الربيع العربي، وفيه الكاتب يحذر من بعض الدول المعادية مثل العراق وإيران، ويقول: ويمكن السعودية صحيح، وإن كنا نحن والسعوديين أهل، لكن أيضا احتمال حتى السعودية تنقلب علينا وتحتل بعض دول الخليج، فما تعليقون؟ الله المستعان. الله المستعان. السعودية بعلمائها بولاتها هو آخر معقل للمسلمين. لا توجد أرض مثل بلاد الحرمين في عنايتها بالتوحيد. كتب، مشايخ، علماء، مساجد، من الأولى ابتدائي حتى الجامعة، هم الوحيدون الذين يعتنون بالتوحيد بهذه العناية. لا مثيل لهم في الدنيا حاليا. ومن كان على التوحيد والعقيدة السلفية خارج المملكة تجده قد استفاد من علماء المملكة. حتى الحديث في الهند، في السودان، في السنغال، في بنغلاديش، في المغرب، في المشرق، تجدهم تخرجوا من الجامعات الإسلامية، من الجامعة الإسلامية في المدينة، من جامعة الإمام، من جامعة أم القرى، تلمذوا على المشايخ، علماء، خذوا من كتب، تراسلوا معهم، فاستفادوا بالتوحيد والعقيدة. للأسف الشديد أن هذه المملكة تحارب حتى من بعض أبنائها. بعض أبنائها يا أخوان يسمي المملكة المهلكة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي الروافض في إيران ما يهاجمون إيران كما يفعل بعض أهل المملكة في المملكة. هذا آخر معقل المسلمين، آخر من يدافع عن العقيدة هذه البلاد وولاتها وعلمائها. العداء لها شديد من كل مكان، من الداخل ومن الخارج. يمكن أكثر بلد يفد إليها المخدرات والحشيش المملكة. أكثر بلد تسب وتشتم المملكة. تجد المسلمين توغر صدورهم على هذه المملكة. المهلكة. بعضهم يقول هذه أطهر أرض وأنجز شعب. لماذا هذا الكلام؟ البلاد الأخرى فيها قبور، فيها دعارة، فيها شواطئ عراة، فيها ملاهي، فيها سب الله بالشوارع. ما يتكلم عليه كما يتكلم عن المملكة. مش ما قصدهم مملكة، قصدهم الدين اللي يعرف في هذه المملكة. ماذا يبقى لنا إذا نحن أيضا حاربنا المملكة؟ يا أخوان، أنا أتعجب من الناس من الكويت يتكلم عن المملكة يقول والله يمكن السعودية تحتلنا. ما سمعتوا الكلمة المسجلة الخالد ستبقى إلى أن يشاء الله؟ ماذا قال الملك فهد رحمة الله عليه؟ قال إما أن تبقى الكويت والسعودية أو تروح الكويت والسعودية. ما حد وقف معنا يا أخوان ودافع عن الكويت لما احتلت الكويت مثل المملكة. فتحت أبوابها كلها، مطاراتها، معسكراتها، أموالها، مليارات أنفقت حتى تخلصنا من البعث، حتى تخلصنا من هذا الملحد صدام. ثم يأتي الآن بعضهم، لكن للأسف خلينا نقولها بصراحة، في ناس من الكويت ولاهم ليس للتوحيد، إما روافض ولا ليبراليون ولا نحو ذلك، ويتكلم عن المملكة. أما واحد يعرف السنة، يعرف الحديث، يعرف التوحيد، يعظم التوحيد، يتكلم عن المملكة، نعوذ بالله. والأغرب من هذا أن بعضهم يقول سالم الطويل يقول هالكلام. أنا أقول هالكلام؟ أنا بالله عز وجل ثم بمشايخ المملكة، والله ما كنت أعرف شيء لولا الله عز وجل ثم مشايخ المملكة. هم اللي علمونا. والله أصل من أصول السنة 6 أصول ذكرها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. الأصل الثالث في الأصول ال6 قال، الأصل الثالث قال طاعة ولي الأمر. هذا ما نعرفه بالكويت. والله دعاة أتونا إلى هنا من بعض البلاد العربية ما علمونا هذا الكلام، والله ما علمونا الكلام. يسوون حزب يحطون أمير منهم فيهم ويبايعونه ويسوون هذا هو ولي الأمر الذي يطاع. يطلعون البر، شوف يطلعون البر ويحطون واحد أمير في المخيم ويقوم واحد يتكلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. منو أميري؟ هذا مال الطلعة، وهذا مال الطلعة تابع للتنظيم إيش؟ السري. هذا اللي يعلموه. ما عرفنا أن ولي الأمر يسمع له ويطاع بالمعروف إلا من علماء المملكة. هم اللي علموا هذه الأصول، هم اللي علموا التوحيد. هذه الكتب اللي ندرسها ماذا ندرس؟ كلها من علم أهل التوحيد علماء المملكة. نحن بالله عز وجل ثم بهذه المملكة بولاتها وعلمائها، ويجب عليه وجوبا، مش مستحب، مش من باب رد الإحسان بالإحسان، والله وجوبا أن ننصر التوحيد وأهل التوحيد. ولا يعلم في هذا العصر
كما يقول هذا الشيخ بن باز رحمه الله، ابن باز رحمه الله عليه، يقول ما يعلم في دولة مثل هذه الدولة تنصر الدين والتوحيد والسنة. نعم، كيف واحد يتكلم؟ فيها أخطاء، ما قلنا لك معصوم، في أخطاء، لكن ما نكون لها العداء ومهلكة ومهلكة، ونقول واليوم تروح تستحلنا ومش عارف ايش الكلام هذا. لا يجوز، لا يجوز يا اخوان. اليوم الكل ينظر الى نصرة الاسلام والمسلمين من خلال هذه الدولة، من ولاتها وعلمائها، ولا ننظر الى ايش؟ يا بعثي، يا علماني، يا اشتراكي، يا ديمقراطي، يا رأسمالي، يا الشرق، يا غرب. وهؤلاء للأسف إن من أبنائها من يهاجمه. المهلكة المهلكة، سعودي يقول مهلكة مهلكة. روح إلى بلد أخرى، روح إيران، سب إيران، شوف والله ما يرضون، وأنت تأتي تقول مهلكة المهلكة. احمد الله عز وجل عندك التوحيد، والله إن فيها ما لم يسمع في كثير من الدول في التاريخ. شفت الناس والأخوان المسلمون اللي يبكون على الخلافة على دولة ما كان خلاف، كان دولة فيها قبور وفيها تصوف وفيها فساد عظيم، بينما هذه البلد يقام فيها التوحيد ويدعى للتوحيد، ولاته وحكامها يدعون للتوحيد، كتب مؤلفة اللي توزع بالمجان بالتوحيد بإخلاص الدين لله عز وجل. هذا ما يوجد. عطني في بلد تغلق وقت الصلاة، عطني في بلد فيها حج وعمرة، حج وعمرة عندهم، عطني في بلد يجتبى بها الزكاة وتوزع في كل مكان، عطني في بلد الذي يفطر علن ولو كان كافرا يعاقب. أركان الإسلام ظاهرة. والله واحد تكفير يقول طيب السعودي ايش رايك فيها؟ يقول رايتها عمية. شنو عمية؟ عمى بعينك، شنو بعمية؟ ما تعرف أنت الإسلام؟ ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو الإسلام؟ أنت تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج، هذا الإسلام. هذا أنا ما أسألك عن بوركينا فاسو عشان تقول والله ما أدري عنها. المملكة فيها أركان الإسلام 5 ظاهرة، تقول لي عمي؟ حقد عجيب على، لأنه والله ما يريدون إلا أن يسقطوا التوحيد، أن يسقطوا السنة، فلذلك يتكلم هذا الكلام. ما يجوز هذا الكلام. من يبقى لأهل التوحيد إذا نحن إن كنا موحدين أيضا نعادي التوحيد؟ والله لو أن إنسان لقي الله عز وجل بكل ذنب إلا الشرك لا يرجى له أن يغفر الله له، لكن لو أتى الله لقي الله بكل طاعة لكن بدون توحيد حبط عمله. توحيد، عقيدة السلفية ما توجد إلا في هذه البلاد، علنا بمناهجها بمدارسها بجامعاتها بدعوتها، وعليها أعداء من كل مكان، من الداخل ومن الخارج، من كل حدودها، من كل وسائل الإعلام، حتى من بعض أبنائها. ثم يأتي البعض يقول والله راح تحتلنا يوم من الأيام. أعوذ بالله من هالكلام. وإذا هذا الكلام منسوب لي الله المستعان. يا أخي نسبوا لله الولد وهو الذي لم يلد ولم يولد، وقال على رسول الله شاعر مجنون وهو الصادق الأمين. بعد أنا ما يقول عني، لا انترنت بعد كل واحد من وراء تويتر يقولون ما يقولون، لكن أبرأ إلى الله إني أشتم هذه المملكة أو أقول أنها ستحتل الكويت أو نحو ذلك. أبرأ إلى الله، والله ما ترى بهذا الكلام ولا وقع في قلبي في حياتي قط، لكن الله المستعان. منهم لله عز وجل، الله يتولاهم. ننصر هذا الدين يا أخوان، ننصر أهله، ننصر التوحيد الصحيح، ننصر مثل التبليغ، ننصر الدين، ننصر البدع، لا ننصر الدين الصحيح. ترى كل شيء اسمه دين، لكن الدين الصحيح، العقيدة الصحيحة، التوحيد، لا إله إلا الله بمعناها الصحيح، أركان الإسلام كما أنزلت، ننصر هذا الواجب علينا وجوبا ليس مستحبا، بل يجب هذا، والله المستعان.